السلام عليكم. كتعيش الجهات الجنوبية الثلاث للمملكة طيلة السنوات الماضية على وقع تنزيل مجموعة من المشاريع والأوراش الكبرى اللي كترم إلى تقوية البنية التحتية مدن وأقاليم الصحراء المغربية وتمكينها من كافة ظروف العيش والاستقرار موازاة مع تحويلها إلى وجهة مغرية للراغبين في الاستثمار. وكيتعتبر سد فاسك الكبير واحد من أهم المشاريع الكبرى للمملكة اللي كيجري تشييدها بإقليم قلميم، وهو كيندرج في إطار برنامج التنمية المندمج للجهات الموقع أمام أنظار الملك محمد السادس بمدينة الداخلة سنة 2016. وترصدت لهذا المشروع الاستراتيجي اللي غيعطي دفعة سوسيو اقتصادية بجهة قلميم ودنون ميزانية كتناهز 150 مليار سنتيم، وبلغت نسبة تقدم الأشغال إلى حدود اليوم أزيد من 80%، ومن المرتقب تنتهي الأشغال بشكل كامل منتصف السنة القادمة. وكتوصل الحقينة الإجمالية لسد فاسك الكبير 80 مليون متر مكعب، كتعتبر من أكبر السدود على الصعيد الوطني من حيث حجم الخرسانة المدكوكة اللي كيبلغ 2,500,000 متر مكعب. وبلغ عدد اليد العاملة المشتغلة في تشييد هذا المشروع اللي غادي يكون له واقع إيجابي على مستوى حماية قلميم من الفيضانات 480 عاملا، من بينهم 44 إطارا من المهندسين والتقنيين المغاربة ذو الكفاءات العالية اللي بصموا على ما يناهز 650 يوم عمل تحت إشراف وتتبع مستمر لوكالة الحوض المائي درعا ودنون. ويأتي هذا المشروع لتعزيز العرض المائي بجهة قلميم ودنون ومواجهة التحديات اللي كتعرفها من حيث نقص الموارد المائية خلال الآونة الأخيرة وفق تنفيذ سليم للأشغال ومعايير الجودة. التغيرات المناخية أصبحت ظاهرة عالمية عندها تأثير على مستوى المنطقة اللي سجلت تعاقبات متتالية لسنوات الجفاف اللي كتجي موراها سنة مطيرة بحمولات مهمة من المياه. وسد فاسك غادي يكون من المنشآت المائية اللي غادي تلعب دور أساسي في تخزين مياه الأمطار اللي من الممكن استعمالها في فترة الجفاف. والأهداف المسطرة لسد فاسك الكبير هي تنظيم سقي مساحات شاسعة كتقارب 10,000 هكتار في البداية، على أن ترتفع إلى 20,000 هكتار مستقبلا من خلال نشر مياه الفيض اللي كتعرفها المنطقة وتخزينها واستغلالها في الوقت المناسب وبطريقة معقلنة. ومصالح الحوض المائي بالتنسيق مع الطاقم المشرف على إنجاز مشروع سد فاسك رفعت مؤخرا وتيرة الأشغال وضاعفت عدد ساعات العمل والآليات والتقنيات الحديثة المعتمدة قصد إنهاء الورش في وقته المحدد. والسد غادي يلعب دور أساسي في تغذية الفرشة المائية المزودة لمدينة قلميم والجماعات المجاورة لها بالماء الصالح للشرب، وكذلك تقوية تنظيم وتزويد الساكنة من هذه المادة الحيوية بصفة منتظمة. وصلنا لنهاية الفيديو أعزائي المشاهدين، ما تنساوش تشجعونا بلايك والاشتراك في القناة، وشكرا لكم.